قررت المحكمة بجلسة اليوم بإجماع الآراء بحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي، وأجلت النطق بالحكم لجلسة 6/11/2023. ده كان قرار المحكمة النهاردة في قضية مقتل طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور. تعالوا معايا أقول لكم إيه اللي حصل في الجلسة من الأول. قبل ما تبدأ الجلسة كانت والدة الدكتور أسامة صبور قاعدة في القاعة، وكان المتهم الأول أحمد شحتة في القفص، هو والمتهمين الاثنين اللي هم أحمد فرج المتهم الثاني والمتهمة الثالثة إيمان صالح في قلب القفص. كانت والدة الدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه بتوجه كلامها لأحمد شحتة وبتقوله هو كان عمل لك ايه يا مفتري علشان تعمل فيه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حرمتني من ابني، انا فوضت امري لله فيك. وكانت بتقولها بحرقة، وكانت بتقول ان هي على يقين بعدالة القضاء المصري. بالفعل القضاء المصري كان عند حسن ظن والدة الدكتور أسامة صبور. بدأت بعد كده الجلسة، وبدأت الجلسة بمرافعة النيابة، وبعد ما انتهت النيابة من مرافعتها بدأت مرافعة المدعين بالحق المدني، وبعديها بدأت مرافعة محامين المتهمين الثلاثة. محامين المتهمين الثلاثة كانوا بيحاولوا يشككوا الهيئة الموقرة في حالة وفاة الدكتور أسامة صبور من خلال ان هم بيشككوا في التقرير الطبي لحالة الوفاة، وكانوا بيقولوا ان الأدوية اللي خدها الدكتور أسامة واللي حقنوا بيها الدكتور أحمد شحتة دي أدوية مخدرة ما تأديش للوفاة، وإن الوفاة كانت طبيعية. وبرضو كان محامين المتهمين بيحاولوا إن هم يشككوا المحكمة من خلال إن هم قالوا إن الاعترافات التفصيلية اللي المتهمين قالوها سواء في تحقيقات الشرطة أو في تحقيقات النيابة ديت اتقالت تحت ضغط وإكراه من السلطات. تحت ضغط وإكراه ازاي يا سيدي الفاضل انت وهو يا اساتذة محامين؟ يعني لو كان في ضغط او إكراه في تحقيق الشرطة استحالة يكون في ضغط او إكراه في تحقيقات النيابة، لان تحقيقات النيابة لازم بيكون موجود مع المتهم محامي موكل عنه، ولو المتهم ما معهوش محامي موكل عنه النيابة بتنتدب له محامي علشان يكون الإجراء قانوني. يبقى تحت ضغط ازاي؟ ده واحدة من الناس اللي هي المتهمة الثالثة كان في وفود من المحامين حاضرين معاها، وكان في محامي او 2 حاضرين من النقابة عنها. يبقى كان فين الضغط والإكراه على الاعترافات؟ طبعا السادة الزملاء الأفاضل المحامين كانوا بيحاولوا يشككوا الهيئة الموقرة علشان يفلتوا بالمتهمين من حبل المشنقة، لكن طبعا حيالهم الرخيصة ديت ما دخلتش على الهيئة. والحمد لله ان جميع الدفوع وجميع الطلبات اللي أبداها محامين المتهمين قد باءت بالفشل، وان المحكمة لم تلتفت لها، وان المحكمة لم تطمئن لها، وعشان كده المحكمة أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي، ده تمهيدا للنطق بحكم عليهم بالإعدام. والحكم ده يعتبر حكم عادل جدا وأسلج قلوب أهل المجني عليه، بل أسلج قلوب جميع المهتمين. أوراق القضية بتنطق بالحق.
المتهمين اعترفوا على نفسهم وعلى باقي المتهمين بان هم خطفوا الدكتور أسامة، وان هم سرقوه، وان هم عذبوه، وان هم دفنوه حي في الحفرة اللي كانوا مجهزينها له، وان هم قتلوه. كل الأدلة دي تؤكد على جريمتهم، يعني جريمة مع سبق الإصرار والترصد. عشان كده المحكمة ما التفتتش لأي دفوع أو طلبات طلبوها محامين المتهمين. المحكمة بعد ما سمعت دفاع أو مرافعة المدعين بالحق المدني ومرافعة المحامين عن المتهمين، رفعت الجلسة، والهيئة الموقرة دخلت المداولة، تداولوا في أوراق القضية. وبعد فترة قصيرة خرجت الهيئة الموقرة مرة تانية على المنصة وقرأوا قرار المحكمة. كان قرار المحكمة ايه؟ قررت المحكمة بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي. ده القرار ده تمهيد لإصدار الحكم بالإعدام على المتهمين لجلسة 6/11/2023. وبعد كده المحكمة رفعت الجلسة ودخلت تاني المداولة، وزغاريط وتهليل بكلمة الله أكبر الحمد لله. وكانت والدة المجني عليه دموع وزغاريط وفرح، يعني مشاعر مختلطة، حزينة على ابنها وفرحانة ان حقه جاله في وقت قصير. بس طبعا ده مش حكم نهائي اللي هيصدر يوم 6/11/2023. ده اكيد طبعا هيكون فيه طعن بالنقد من قبل المتهمين، وان شاء الله سوف ننشر لكم ما سوف يحدث في الطعن بالنقد.